عملت 30 قطعة ناجتس بربع كيلو صدور فراخ او بصدر فرخة واحد. عملت الكمية دي كلها. تقدروا تعملوا الاحجام اللي انتوا عايزينها والاشكال اللي انتوا عايزينها، بس انا عملتها مربعات زي كده. عملت منها 30 قطعة. يلا نشوف عملتها ازاي بمكونين بس. هنعمل الكمية دي كلها وهتفرحي ولادك ان شاء الله وهتعجبهم جدا. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. معايا بقى هنا ربع كيلو الصدور اللي انا قلت لكم عليه، مقطعاه مكعبات، وضفت عليه بقى المكون اللي هيظبط لنا ده كله. مش هنحط توابل كتير خالص، اللي هو كيس فيجيتار عادي بارد او حار زي ما انت عايزه. ده بيكون فيه بقسماط وبيكون فيه نشا وبيكون فيه ملح وفلفل اسمر وبصل باودر وتوم باودر، بيبقى فيه جميع التوابل. انا ضفته على قطع الفراخ، وكمان ضفت معلقه صغيره خالص من الصويا صوص، وكمان رشه من البابريكا، ممكن ما تضيفوهاش. قلبت الكلام ده كده كله كويس علشان اتاكد ان الفيجيتار مسك في كل قطع الفراخ اللي عندي. هجيب بقى الكبه وهنزل فيها الخليط دوت كده. لذيذه جدا جدا وهتعجب الولاد قوي وهتعجبنا احنا كمان. ضربتهم كده في الكبه لحد ما بقت كوره واحده، لمت معايا كده كوره واحده زي ما انتم شايفين اهوت. بعد كده هجيب بقى كيس تلاجة وهبتدي ان انا افتحه كده بالمقص. افتحه من الجنب بالطول وبالعرض. هفرده خالص وهنزل عليه بقى العجينة اللي احنا عملناها من الفراخ والفيجيتار فقط. شايفين متماسكة ازاي؟ ما بتلزقش خالص واتعجنت كويس قوي، دي اهم حاجة. فردتها كويس كده على شكل مستطيل على قد ما اقدر، وهبتدي ان انا اقطع الحروف بتاعتها علشان احدد بالظبط على شكل مستطيل. نقدر نشكلها شكل الناجتس اللي هي بتبقى شبه دمعة العين ديت، نقدر نشكلها كده. وانا هعمل شوية مكعبات او مربعات، والاطراف دي هعملها زي ما انا بقولكوا كده. هنشوف دلوقتي مع بعض. بعد ما عملتها على شكل مستطيل هقفل عليها كويس قوي بكيس التلاجة، وهحطها في الفريزر حوالي ربع ساعة مثلا او نص ساعة بالشكل ده كده اهو. وكده خرجتها اهوت من الفريزر وقطعتها مربعات متساوية. تقدروا تعملوها الشكل اللي انتوا عايزينه، بيبقى فيه قطعات حلوة قوي للناجتس والحاجات ديت. بعد كده جبت بقى دقيق ومعايا بضاية، وكمان اضيف على البيضة ملح وفلفل، والدقيق عادي مش هتبله ولا اي حاجة. هضرب بقى البيضة كده كويس. ممكن نضيف عليها شوية من الحليب او شوية من المية، بس انا ما ضفتش. وعندي هنا كورن فليكس كسرته كويس قوي وضفته كده في الطبق. هبتدي بقى عادي التتبيل المعتاد، انزلها في الدقيق، بعد كده البيض، بعد كده على الكورن فليكس. اضغط عليها بس كويس عشان يمسك فيها قوي. هحطها في طبق واعمل الكمية كلها واحطها في الفريزر حوالي نص ساعة قبل القلي. شايفين بقى الكمية اللي طلعت معايا قد ايه؟ حوالي 30 قطعة. بعد كده عندي الزيت على درجة حرارة متوسطة، هنزل فيه القطع عندي. هي كده كده بتبقى متماسكة تماما من الفريزر، والكورن فليكس اصلا لما بيتحط على البيض بيمسك قوي. هنزل بقى الكمية كلها او على قد ما الزيت ياخد على نار متوسطة. بعد كده بقى هطلعها، وشايفين شكلها روعة بجد. اوعوا تشتروها من السوبر ماركت تاني، حرفيا مش حلوة نهائي. واللي في البيت احلى 100 مرة، وعملت معانا كمية حلوة قوي قوي. شايفين متماسكة ازاي، والكفر ماسك جدا في الخليط من جوه.
وكان طعمها روعة. بنتي صغيرة عجبتها قوي قوي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.